في ختام النشرة تخفي قصور بلدية تسابيت في ولاية أضرار بين طياتها العديد من المؤهلات السياحية كفقارة وجلان وقصر حمادة وغيرهما، وهذا ما يجعلها وجهة للكثير من السياح. نتابع هذا التقرير لرضوان ناشمية. هذه فقارة قصر وجلان، وتلك قلعة حماد، وهذا جامع ولد عبان العتيق، كلها مؤهلات سياحية جعلت من قصور تسابيت وجهة سياحية بامتياز. الفقارة تعد من المعالم السياحية الموجودة في المنطقة، بحيث لو استغلنا أحسن استغلال لكان المدخول نتاعها وإضافة للبلاد من الجانب السياحي. هذا المسجد أول مدرسة داخلية في المنطقة، من بين المعالم الحضارية أو الأثرية لهذه المنطقة. من بين الأمور التي توجد في هذا المسجد هو تسقيفه بالحجارة، ويعتبر أول مدرسة داخلية بالمنطقة. لا أثرية تاريخية وكنز كبير هذا على كل حال. ماذا بينا يعني ينظروا لها بعين الاعتبار، بغينا ماذا بينا يعني مثلا المسؤولين ينظروا لها بعين الاعتبار، بغيناها تصنف وطنيا ولم لا عالميا. مثل هذه القصور العتيقة جعلت من المهتمين بالشأن المحلي يطمحون لترقية المجال السياحي حتى تعود منطقة تسابيت إلى مصاف المناطق السياحية. تحتوي على مجموعة من المعالم الطبيعية والثقافية المادية واللامادية. الطبيعية كنظام السقي التقليدي، الفلاحة التقليدية، المعالم المادية كالقصور والقصبات والمغارات. إذا نحاول نفعل هذا بالإضافة إلى التراث اللامادي يمثل في الغناء التقليدي والمديح ولا شيء من هذا القبيل. إذا نحن راح نحاول إعادة بعث هذا المنتوج السياحي ولا هذا المكنوز السياحي في إطار خطة مدروسة علمية. قصور تدل على عراقة المنطقة، من شأنها دفع عجلة السياحة إذا لقيت الاهتمام والعناية من المسؤولين.